بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. رمضان مبارك عليكم يا حبايبي، وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة كده ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل فطارنا مع بعض. هنعمل ايه؟ اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بالايه؟ بنبل البلح بتاعنا. انا بحب ابله في مية كده، وانا البلح عندي بطبيعتي بجيبه اكسره وانضفه كويس جدا واشيله في علبة كده احتفظ بيه، علشان ايه؟ ما ضيعش وقتي يعني في تكسيره كل يوم. خدت حوالي 5 كده في ايدي، وخدت واحدتين تين بس وواحدتين مشمشية. التين المجفف والمشمشية قطعتهم كده مع بعض كده. والبلح طبعا جاهز معايا، يا دوب كمية كده على قد الافراد بس كده، عشان مفيش حاجة تفيض، طبعا احنا كل يوم بنعمل. هغسله كويس جدا تحت الحنفية، وبعدين احطه في الكوز زي ما انتم شايفين معايا كده، ومليته عليه مية. وساعة المغربية كده ان شاء الله احط عليه سكر اللي عايز سكر. نعمل العصير بتاعنا بقى. طبعا اول يوم ده وتاني يوم لازم التمر، مش هعمل مانجا ولا هعمل حاجه خالص. عملت المانجا، جبت التمر الخام كده زي ما انتم شايفين معايا كده، حطيت حته منه في شويه ميه، وهرفعه على النار اسيبه يغلي حوالي ربع ساعه كده. بعد ما غلي داب معايا بالشكل ده كده، ممكن تضربيه بقى في الخلاط وتصفيه عادي، بس انا ايه صفيته على طول معايا بالمصفى كده زي ما انتم شايفين معايا كده. بحط عليه شويه ميه من فوق كده واصفيه، بينزل معايا بكل سهوله. في المية كده. هنعمل فيه ايه تاني بقى؟ حطيته في الكوز كده، وهحط عليه التمر السايب ده. هحط لكل كوباية تمر خام اللي انا عاملاه هحط معلقة، ومعلقة سكر. السكر طبعا حسب التحلية، بس انا حطيت معلقة لكل كوباية، ومعلقة ايه تمر، عشان يدي لون ويدي طعم تاني حلو يعني. هبتدي بقى اعمل الحلو بتاعنا. النهارده هعمل الحاجات العاديه جدا التقليديه اللي احنا بنعملها في اول رمضان. هعمل كنافه عاديه خالص جدا بالمكسرات. هنخلي بقى بعد كده ايه الطقوس اللي جايه ان شاء الله نعمل الحاجات اللي احنا عايزينها كلها، بس اول يومين دول بقى بحب اعمل الحاجات الاصليه اللي احنا كانت امهاتنا بتعملها لنا زمان في رمضان. انا عملت الكنافه ازاي؟ فرفضتها كده زي ما انتم شايفين معايا كده، قطعت قطع صغيره خالص وفكيتها كده من بعضها زي ما انتم شايفين معايا كده. وسيحت كده معلقتين سمنه، يعني حوالي 8 كيلو سمنه كده عملته عليها، وهشربها كده بيه. الدهون دي طبعا والسمنه والسكر دي حسب رغبتك انتي، بس كل ما تزودي شويه يعني كل ما تبقى لونها حلو يعني معانا. شربتها بالزبده زي ما انتم شايفين معايا كده، زبده سايحه كده. وبعدين دهنت الصينيه كويس جدا برضو من تحت عشان تدي لون حلو معايا، ودهنتها بالفرشه كده. وزعت فيها الايه في الجوانب وفي كل حاجه الزبده زي ما انتم شايفين معايا كده. دي زبده بقري انا ايه مسيحاها وحطها في البرطمان كده. هبتدي بقى احط الكنافه بتاعتي. احط الدور الاول كده وافرده كويس جدا في الصينيه كده زي ما انتم شايفين معايا كده. هفرده. انا عملتها صينيه كبيره، هو نص كيلو بس كنافه، عملته في صينيه كده كبيره شويه عشان تبقى طبقه خفيفه كده، ما تبقاش تقيله كده، عشان ما يبقاش قلبها معجن من جوه. فعملتها طبقه خفيفه خالص كده عشان تبقى مستويه كده وجميله من جوه، طريه وفي نفس الوقت حلوه مش معجنه. هبتدي افردها كده كويس جدا معايا بشكل متساوي، ما خليش حته فاضيه في الصينيه وحته فيها وحته تقيله، يعني هخليها كلها بمستوى واحد. وهجيب طبق ولا حاجه معايا كده واضغط عليها. اهم حاجه الضغطه الاولانيه دي، اضغط عليها كويس جدا جدا معايا زي ما انتم شايفين معايا كده. اجيب طبق ولا حاجه بس عشان تضغط معايا كويس. انا جايبه كده زبيب على جوز الهند على سوداني بس، وهفردها كده في النص كده عليها كده. احاول املى الصينيه كده زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا الحاجه كلها ما شاء الله يعني الحمد لله غاليه السنه دي جدا، فبنجيب كميات كده لما تخلص نبقى نجيب تاني يعني. انا حاطه الحاجه عندي في العلبه كده وحطيتها زي ما انتم شايفين معايا كده. هبتدي بقى احط نص الكنافه التاني عليها. حاجه تقليديه وبسيطه خالص وتفرح اولادنا، والطقوس رمضانيه حلوه كده زي ما كانوا اهلنا بيعملوا لنا زمان. خليت بقى الكنافه بالكريمه والكنافه بالاصابع والحاجات دي كلها هنعملها ان شاء الله فيما بعد، بس اول يوم وتاني يوم دول انا بحب اعمل الطقوس العاديه بتاعتنا خالص، الحاجه البسيطه جدا جدا كده. هبتدي بقى اضغط عليها جدا كويس جدا جدا. بصراحه بقى انا قعدت في الارض وضغطتها كويس جدا جدا بالشكل زي ما انتم شايفين معايا كده، ما قدرتش اضغطها طبعا وانا واقفه، فقعدت في الارض وضغطتها كويس جدا. هروح على اللحمه بعد كده بقى. اول حاجه خلصت من العصاير والحلويات، هركن الكنافه بقى لغايه ايه، لغايه قبل المغرب كده بعملها. اللحمه بقى حطيت ماده دهنيه كده، وكان عندي حته دهنه شوحتها فيها شويه كده لغايه ما نزلت الدهون بتاعتها. وبعد كده حطيت اللحمه بتاعتي تشوح زي ما انتم شايفين معايا كده، من غير توابل ومن غير اي حاجه خالص، يا دوب هو كده. وهنعرف بقى هنعمل ايه مع بعض بعد كده. هنعمل اللحمه النهارده بطريقه تحفه جميله جدا.
عملتها بالشكل ده كده. سبت اللحمه طبعا على ما تنزل ميتها، وطيت عليها خالص، وبعد كده هسلق الكرنبيه بتاعتي. طبعا اول يومين دول لازم يكون محشي يعني للطقوس يعني كده. التسبيكه بتاعتي دي انا عاملاها في الفريزر وشايلاها طبعا من تفريزات رمضان. جايبه الطماطم ومسبكاها كويس جدا، وبعدين جبت الخضره عليها، وجبت راس توم كده عملتها قشرتها وفرمتها هي وفلفل كده عليها، وشلتها في الفريزر جاهزه كده. لما بحب احشي ولا احب اعمل اي حاجه اجي مطلعاها جاهزه معايا على طول. هبتدي اقطع الكرنب بطريقه سهله جدا. اعمل جبت ورق الكرنب المتساوي كله على بعضه، واحط على بعضه كده واقطعهم كلهم مره واحده. ما بقطعش ورقه بورقه كده زي ما انتم شايفين معايا كده. انا قطعت كل الكميه، بس بوريكم بس في الورقتين دول كده، بس الكميه كلها انا عملتها بالشكل ده. برص الورق المقاس واحد كله على بعضه، واشيل العرق كده من الورق اللي انا رصاه، وبعد كده اقطعه بالطريقه دي كده. قطعته بقى بالطريقه دي كده، طلع معايا كله مستوى واحد، والورقه كلها قد بعضه. وعملتها معايا بقى الملوخيه. قطفت الملوخيه وغسلتها كويس جدا، وسبتها تتصفى في المصفى كده، واحطها في الشمس تنشف معايا ورق العنب بعد الكرنب بقى رصيته كده بالشكل ده كده، وبحطه مكان بمسكه بالمساكه كده مكان الكرنب، ويدوب بحاول احتفظ بلونه اخضر كده وانا بسلقه، يدوب يدبل معايا عشان اما احشيه يبقى الورقه عندي خضره كده ولونها جميل. زي ما انتم شايفين معايا كده رصيته. هو طبعا مرصوص، انا بحطه مرصوص في الاول وبشيله احطه في الطبق كده. تمام، ركنت ده وركنت ده دلوقتي، والتسبيكه جاهزه وكل حاجه المحشي عندي. هبتدي اعمل صينيه الرقاق بتاعتي. هسوي من اللحمه هعصج اللحمه. انا معايا نص كيلو لحمه، ومعايا كيلو رقاق طري. مسكتها بقى اللحمه، حطيتها كده حطيت ماده دهنيه بسيطه خالص، وحطيت اللحمه كده في الاول شوحتها، خليتها نزلت الميه بتاعتها خالص، وبعدين شربتها. وبعد كده قطعت بصلتين كويسين كده وقرن فلفل، وهتشوف هنعمل مع بعض. اهو البصل والفلفل معايا اهوت. هبتدي احطها عليه بقى بعد بعد اللحمه بشربت ميتها خالص، وبقت ناشفه معايا كده زي ما انتم شايفين معايا كده. هقلبها بقى لغايه ما البصل والفلفل يدبل. طب انا ليه ما حطيتش البصل والفلفل في الاول؟ عشان احس بطعم البصل والفلفل كده وانا باكل الرقاق. حطيت فلفل اسود، واحط كمون، وهحط معلقه ملح، واقلب الكلام ده كله التتبيله العاديه خالص. ما حطيتش اي حاجه ولا افورت في اي حاجه، حاجات بسيطه كده كلها على قد الايد. عملتها طبعا. العزومه دي بتبقى عايزه يعني اهتمام شويه في الاكل. قلبتها زي ما انتم شايفين معايا كده. حطيت معلقه الملح كنت ناسياها، وقلبتها كويس جدا لغايه ما نشفت معايا خالص، والبصله معايا دبلت والفلفلايه دبلت. هعمل تاني؟ هحط معلقه صلصه معايا. ما حطيتش طماطم ولا حاجه عشان ما تبقاش طريه في قلب الرقاق. انا حطيت صلصه عشان تدي لون وطعم حلو. بعد كده هعمل حطيت معلقه دقيق. طب حطيت معلقه دقيق ليه؟ عشان تبقى الحشوه بتاعتي متماسكه في قلب الرقاق. لما تيجي تقطعي الرقاق ما ينزلش منها الحشوه كده، وتبقى مفرفره كده في قلب الحشو في قلب الرقاق بتاعتي. تبقى قطعه اللحمه متماسكه كده في قلب الرقاق. وادي الرقاق بتاعي الطري رصاه كده، كنت مغطياه طبعا عشان ما ينشفش معايا. وهجيب الصينيه بتاعتي، هحط فيها ماده دهنيه، شويه سمنه زبده كده حلوين. انا الزبده دي انا مسيحاها، زبدة بقري مسيحاها على زيت ذرة. جبتها عامله الصينيه كده، احط فيها دهنه كويسه كده عشان الرقاق يطلع احمر معايا وجميل. وهبتدي ارصه كده. كل رقه رقاق احط عليه بالفرشه كده مسحه زبده زي ما انتم شايفين معايا كده. احاول اعرض الصينيه كله، ما اخليش حته فاضيه. واعمل الصينيه طبعا كبيره شويه عشان تاخد الكيلو الرقاق بتاعي كله. هبتدي بقى اعملها زي ما انتم شايفين معايا كده. ارص ورقه ورقه، بين كل ورقه وورقه احطها بالفرشه زبده زي ما انتم شايفين معايا كده. واحاول ارصها لغايه ما ارص نص الكميه. يعني انا بعده الاول قبل ما اعمل الصينيه بتاعتي. اعرف العدد بتاعي من تحت، واعرف العدد بتاعي اللي هحطه من فوق هبتدي احط اللحمه المفرومه بتاعتي كده، ريحتها طالعه تحفه. الفلفل والبصل ما شاء الله لما بيبقى في الاخر كده بيخلي ريحتها تحفه. وزعتها كويس كده زي ما انتم شايفين معايا كده. ممكن تحطيها كده، بس انا كان عندي حته جبنه موتزاريلا في التلاجة، والله بفتح باب التلاجة كده لقيته فيها. رحت مسكت المبشره وهبشره معايا بالشكل ده كده. شايفين كده؟ على حسب الكميه المتاحه عندك. لو ما عندكيش خلاص ممكن تستغنى عن الخطوه دي. هبتدي ارص الطبقه التانية من الرقاق برضو. احط ورقه رقاق واحط السمنه زي ما انتم شايفين معايا كده لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. وبعد كده اقطع الرقاق ونشوف هنعمل تاني بعد كده.
الرقاق الطري ده بيبقى سهل، اسهل من الناشف شويه، يعني ما بتغرقوهوش ولا حاجه، بتحطوش في شوربه ولا حاجه، بترصوه كده في الصينيه وهنشوف هنعمل ايه مع بعض عشان يطلع طري معانا وجميل. هخلص الكميه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين معايا. ما شاء الله شهر رمضان بقى عايز الاكلات الحلوه والحلويات الحلوه، فيستحب بقى ان انت ايه تدخلي بدري بقى كده إيه مطبخك بدري كده عشان ما تتزنقيش ساعة المغربية. انا قطعت الرقاق زي ما انتم شايفين معايا كده، جبت كوباية لبن وكسرت فيها بيضة وحطيت فلفل اسود طبعا عشان زفرت البيض، وحطيت مع نص معلقة ملح صغيرة وشربتها في الرقاق زي ما انتم شايفين معايا كده. كنت بقول لكم بقى لازم تدخلوا بدري مطبخكم وتخلصوا، يعني حتى لو الحاجه فضلت على التسويه فهتبقى شامه نفسك شويه بدل ما تدخلي متاخر وتبقى مكروبه والمغرب يأذن عليكي وانت بتعملي. خلطه المحشي الجميله بقى اللي انا كنت شايلاها في الفريزر، يا دوب غسلت الرز مش اكتر ولا اقل، وحطيت الخلطه بتاعتي اللي انا مجهزاها في الفريزر. مسبكه الطماطم عادي جدا ومقطع الخضره عليها وجايبه توم على فلفل حامي او بارد زي ما انت عايزه، وفرماه كله على بعض وحطيته وعبيته في الاكياس وحطيته في الفريزر. امد ايدي الاقي ادي اللحمه بتاعتي نشفت خالص. هركنها بقى على جنب كده، وجبت الصينيه دي كده حطيت فيها ماده دهنيه وحطيت فيها معلقه سكر. سبت معلقه السكر طبعا خدت يا دوب كرملت معايا كرمله خفيفه كده، لون دهبي خفيف خالص. وجايبه هنا كان معايا اللحمه بتاعتي 3 كيلو، جبت حوالي كيلو بصل او كيلو ونص بصل، وقطعت عليها حوالي نص كيلو فلفل زي ما انتم شايفين معايا كده، وحطيته في الصينيه على على السكر المكرمل ده. معايا نص راس توم فرمها كده صغير، رحت احطها عليها. الريحه بقى ولا اقول لكم، ولا اروع ولا احلى ولا اجمل. يا دوب هقلب الكلام ده كتير؟ لا، انا هحط بس هدبل بس الفلفلايه بالبصلايه، والا انا كنت شوحتها قبل ما احط اللحمه. لا انا مش عايزاه، عشان كده انا شوحت اللحمه، قلت تاخد نص سوا وفي نفس الوقت البصلايه تبقى محتفظه بقوامها، يعني تبقى حلوه كده ما تبقاش مهريه، والفلفلايه برضو تبقاش مهريه في اللحمه، تبقى موجوده كده تحس بطعمها وانت بتاكلي اللحمه. قلبتها بس يا دوب كده، يا دوب دبلت بس كده. بعد كده عملت شايفين؟ هحطها على اللحمه تاني، هردها على اللحم واقلب الكلام ده كله ببعضه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. شايفين بقى كترت الكميه بتاعتي وفي نفس الوقت ما دبلتش ولا راحت في اللحمه ولا حاجه، هتفضل الكميه برضو ما شاء الله كبيره والله. والصوص بتاعها يعني جميل جميل اقولكيش يعني. معايا هنا حطيت ملح وحطيت كمون وحطيت فلفل اسود. عندك توابل لحمه حطي، ما عندكيش خلاص. انا ما كانش عندي توابل لحمه، حطيت الفلفل الاسود والملح والكمون زي ما شفتوا معايا كده. قلبت الكلام ده كله مع بعضه كده على النار، على نار حاميه يعني النار عاليه معايا. وبعدين هجيب الطواجن بتاعتي الجميله دي واقسم فيها اللحمه بتاعتي زي ما انت عايزه تعملي اعملي. عايزه تعمليها في طواجن صغيره بعدد الافراد الاسره اعمليها، عايزه تعمليها في طاجن كبيره كلها على بعضها اعمليها. انا قسمتها في طاجنين 2 زي ما شايفين معايا كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. عملتها في طاجن بايركس كده، والطاجن التاني الفخار هغلف ده طبعا بورق فويل، والتاني هغلفه هغليه غطا عندي. هحط بقى الكميه بتاعتي كلها كده والبهاريز اللي فيها كده وحطيتها، وبعد كده هقطع على الوش طماطميه صغيره كده عشان تخليها لي مسكره كده وتخلي فيها صوص خفيف كده ما تخليهاش ناشفه معايا. حطيت كوبايه ميه معايا وغطيتها، وبعدين ولعت الفرن وهحطها في الفرن. ده ورق العنب بتاعي بقى، انا بحب احشي ورق العنب في الفخار زي ما انتم شايفين معايا كده. قطعت عليه برضو طماطميه كده طرنشات كده على الوش، وهبتدي ازوده الشوربه سخنه بتغلي معايا، هبتدي ازوده مولعه الفرن سخن معايا، وهحطه في الفرن بتاعي على طول. هياخد ان شاء الله حوالي ساعه الا ربع وهيبقى معاك زي القشطه. وهيبقى بقى دوقيه بقى، جربيه بقى في الفخار ده وقولي لي رايك في الكومنتات. ده ورق العنب بسم الله ما شاء الله بعد ما استوى. شايفين بقى السليق بتاعه مخلي لونه اخضر ازاي؟ لان انا ما سلقتوش جامد، ما خليتوش يصفر في الميه، لا انا خليته اخضر زي ما هو، يدوب دبل معايا كده وخرجته على طول. شايفين لونه بسم الله ما شاء الله تحفه. والفخار بقى ريحته جايبه كده من اخر الشارع، من اخر الشقه بسم الله ما شاء الله. بس يا ريت بقى على التعب ده لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. وادي الكرنب بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما حشيت. طبعا اللف ده انا ما لفتوش معاكم عشان طول الفيديو فلفيته كده وهقدم معاكم بس كده. المحشي بسم الله ما شاء الله شايفين ومفيش حبايه رز نطره منه بره، الصباع بصباعه. ودي اللحمه بتاعتي بسم الله ما شاء الله
الطاجنين بتوعي بألف هنا وشفا يا رب للي اكل، وبألف هنا وشفا يا رب ان شاء الله للي هيجرب. شايفين الفلفل بتاعي في اللحمه ازاي، والطماطم والبصل، يعني بسم الله ما شاء الله مكبر معايا الكميه، مكتر معايا الكميه، وفي نفس الوقت مدي تيست عالي وحاجه حلوه كده، والصوص بتاعها تحفه. دي بقى وهي طالعه من الفرن بس سبقني شويه دي وانا بطلعها من الفرن كده، بسم الله ما شاء الله تحفه. دي الملوخيه بتاعتي بقى اللي انا عملتها، وحشيت حوالي نص كيلو فلفل كده اللي عايز فلفل على الماشي كده. ودي صينيه الكنافه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها تحفه ازاي وجميله ازاي. انا بعمل الشربات بتاعي خفيف جدا جدا جدا، يعني زي ما يكون ميه بسكر تقيله شويه، ما بتقلهوش خالص لاي حلويات عندي، عشان انا ما بنحبش الحاجه المسكره والحاجه ما تجزعش مني كده. فكمان بحطه كده، وبعد كده بقطعها بقلبها واحطها على مصفى علشان تصفي كل الشربات اللي فيها. وده كان الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.